في المسرح الروماني جوه مارينا برضو، وكان الدوله بتقيم عليه حفلات في الصيف، وكان ده بيدر عائد. حفلات مارينا كنا بنشوفها، حفلات مارينا كان بينقلها التلفزيون. للاسف الشديد الحفلات دي توقفت لما بدا اشرف الشريف يعمل حفلات جوه شاطئ لابلاج، وكان رسم دخول الحفلات من 400 ل 500 جنيه. الشاطئ ده كان بيدر دخل سنوي على اشرف الشريف حوالي 12 مليون جنيه في السنه الواحده. فانا يعني شايف انه يعني الدوله يعني بتبقى المساله في ايدها انها تكسب وتتنازل عن هذا المكسب لافراد، وده بالمناسبه يعني في حاجات كتير قوي، مشروعات كتيره وحاجات كتيره جدا جدا هتبقى مجال لحلقات تانية لو قدر لينا ان احنا ان شاء الله نبقى مع بعض. لكن انا عايز ارجع برضو لاشرف الشريف، ان هو تطور في مجال الانتاج وانشا عده شركات انتاج، وسيطر على مجال الانتاج التلفزيوني، انتاج الدراما والاعلانات، لدرجه انه تقريبا شركات الانتاج، شركات الاعلانات الباقيه تقريبا ما بقتش تدخل جوه التلفزيون، وبقى هو المحتكر الوحيد من خلال شركه برومو ميديا، واعتقد انه حضرتك ادرى مني ليه. كل ده انتج او نتيجته في الاخر. مين ملاكها برومو ميديا دي؟ هو اشرف شريف، هو صاحبها. والشريف ميديا ده اكبر شركه دعايه اعتقد. والشريف ميديا. و انا عايز اقول انه التحريات بقى، التحريات دي ده مش كلامي، التحريات بتاعت مباحث الاموال العامه اتكلمت عن ممتلكات اشرف شريف، وهي ممتلكات مرعبه جدا. طيب لا تتناسب مع سنه يعني ولا تتناسب بشكل سريع جدا يعني عشان كمان وقتنا. هي اولا حوالي 14 شركه. في شركه اسمها شركه ميراج لاداره وصيانه ميراج سيتي، وشركه ارتوكسات، والشركه المصريه العربيه للاستوديوهات بلاتو، والشركه المصريه العربيه للاعمال الفنيه، والنيل للعلاقات العامه، واوسكار للانتاج الفني، وشركه ايجيبت كابيتال للمطاعم، وشركه برايم بيتشرز ايجيبت، وفيستيفال للتوزيع الفني، وشركه ماتريكس للخدمات والتسويق، وشركه نايل برودكشن للمقاولات، وشركه هاي فلاش للوسائل الاعلام. بسم الله ما شاء الله. يعني حاجه مرعبه جدا. بعد نرجع لك تاني، يعني اديني بس، انا في مداخله الاستاذه منال عجرامه، نائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون. اتفضل يا فندم. استاذه منال، مساء الخير. مساء الخير. طبعا كان نفسي تكوني معانا حضرتك النهارده، بس يعني عرفت والله الظروف بس عطلتني عنكم، لكن ألف انا معاكم برضه. انا معاكم برضه. طيب قولي لي اسباب البلاغات اللي تقدمت بيها لصفوة الشريف. هو الحقيقه هي البلاغات ما كانتش صفوة الشريف فقط، الحقيقه البلاغات كانت عن هي مش هقول السرقات بقى، على النهب اللي اتعمل في مسيره على مدى طويل جدا، وهي جت بس في الاخر في حظ من حظ انس الفقي واسامه الشيخ، ان هم طبعا اخر اتنين تولوا الامر يعني. فاذا انتوا النهارده بتتكلموا عن صفوة الشريف او ابنه يعني وادى ايه والكلام ده كله، الاول بس نقول ان الفساد اللي حصل في الاذاعه والتلفزيون كان جزء من الفساد اللي حصل في مصر كلها. دي الحاجه برضه المهمه جدا، ان المناخ العام اللي ساد في مصر وهو مناخ الفساد الشديد شجع ناس كتير انها تعمل كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني اذا كنا بنذكر الوزراء، واحد زي المغربي، والمغربي لما جه مسك وزير سياحه كنا ساعتها بنقول الراجل ده غني جدا، وكنا كانوا بيعدوا ارباحه بالمليون في اليوم، لان هو يملك اشياء ضخمه، عائلته تملك مستثمرات ضخمه جدا، وارباحه بالمليون يوميا. فكنا بنقول والله الراجل ده هيجي مش هيكون بقى طمعان ياخد حاجه ولا كلام من ده. لكن البحر بيحب الزياده، البحر بيحب الزياده. لا مش حكايه البحر بيحب الزياده، لكن هي حكايه الحقيقه ان المناخ العام للفساد في مصر شجع كل الناس دي كل واحد يعمل اللي هو عايزه. اما صفوة الشريف فهو قصه اخرى الحقيقه، والشيء بالشيء يذكر. احب افكر حضراتكم وافكر الاخ الاستاذ اللي مقدم البلاغ الخاص بصفوة الشريف انه ما اكتفاش بابنه بس، ولكن ايضا هناك السيد ابراهيم العقباوي اللي كان امين عام الاتحاد، ولما صفوة الشريف مشي الناس كلها افتكرت انه هيمشي، فكافئوه وادوا له شركه صوت القاهره هديه. صوت القاهره دي عملت حاجه غريبه جدا، طبعا الكلام ده احنا مقدمينه في ورق مثبت للنائب العام، ان هم اخذت الاعلانات من يعني في القطاع الاقتصادي حاجه اسمها اداره الاعلانات، الاداره المركزيه للاعلانات، كانت ارباحها 450 مليون في السنه، فادوها هديه للسيد ابراهيم العقباوي. اللي انا اعرفه اي حد يفهم ده، لو انا النهارده عندي شركه او عندي قطاع بيجيب لي فلوس
وهديه لناس ثانيه او شركه ثانيه، المفروض هديه لهم مقابل هيديني ارباح اعلى. فاللي حصل ان السيد ابراهيم العقباوي خد الاعلانات كلها من التلفزيون واداهم 350 مليون في السنه بدل 450، يعني مدين له 100 مليون كده هديه ليه. ده غير النسبه اللي كان بيحصلها على تحصيل الاعلانات، يعني كان بياخد نسبه كمان من التلفزيون على انه بيحصل الاعلانات. فالقصه صفوت الشريف فيها تشعب كتير جدا. هذا الرجل شخصيه في منتهى الخطوره، وانا مش عارفه الحقيقه اذا كان حد ذكر صعوده كان ازاي. كل الناس تعرف قصته المخجله في ايام مراكز القوى، في ايام صلاح نصر. طيب. والكلام ده، وما يعرفوش ازاي صعد مره اخرى. صفوت الشريف استاذه منال، تسمحي لي لضيق الوقت ان حضرتك تكوني ضيفتنا بقى الحلقه الجايه، لان ده موضوع شائك جدا وكبير اتمنى اكون معاكم. انا بس هكون خارج القاهره من بكره لحد يوم 10، فاتمنى اكون معاكم مش الحلقه الجايه اللي بعدها بقى. طيب ان شاء الله ونقدر يعني ان شاء الله نقوله للناس والناس تعرف الحقائق يعني ان شاء الله. طيب اشكرك جدا، متشكر قوي استاذه منال عجرمه، نائب رئيس تحرير مجله الاذاعه والتلفزيون. استاذ شحاته نكمل. انت طبعا عددت لي الحاجات اللي هو كان يملكها، ودي حاجات لو قعدنا بقى نتكلم فيها مش هنخلص طبعا. ومخافيا كان اعظم. يعني احنا محتاجين حلقه جديده للكلام ده كله. فعلا. طيب يعني انا بس عايز اقول شويه حاجات، معلومات بسيطه عنه. انه اشرف شريف في عجاله في عجاله هو يعني كان شخصيته خجول. اشرف شريف كان شخص خجول جدا، وكانت علاقته بالجنس الاخر يعني ضعيفه، يعني مش ضعيفه نيته سليمه. انا اقصد يعني هو ما كانش من النوع اللي ممكن يتقرب لاي واحده، وكان علاقته برجال السياسه برضه من بعيد لبعيد. وفي الاواخر والده ضغط عليه علشان يتقرب من جمال حمايه لمصالحه. هو ما تقربش من جمال مبارك الا في السنوات الاخيره بس عشان يكمل المسيره بعد كده. يكمل المسيره ويحمي استثماراته، وده اللي كان مديله نفوذ. صفوت الشريف استاذ المراحل كلها. طبعا يعني هو كان بيخطط في كل مرحله له قوه وله باور وبيهندس له. لكن احنا يعني نداء اخير وبنوجهه للمسؤولين عن التلفزيون، المسؤول اللي هيجي، نتمنى انه الفساد اللي كان موجود في التلفزيون يعني يتلم شويه عن كده. النهارده لما تيجي ترصد 150 مليون جنيه لمسلسل، يعني شيء مرعب. 150 مليون جنيه. اعتقد احنا كدوله يعني عندنا ابواب كتيره اهم، اقتصادها بيبدا ومحتاجين كل مليم محتاجين. انا عندي خبر انه كان في بيتجهز مسلسل ليسرى، ميزانيته كانت 150 مليون جنيه. 150 مليون جنيه، وفي ناس ساكنه في عشش، وفي ناس ساكنه خلاص بقى احنا عايزين ننهي هذا العصر الفساد يا ريت ننهي. والناس في حاجه لكل مليم، وكل مصر في حاجه لكل مليم النهارده. يا ريت يعني يا ريت. ده نداء بنوجهه للمسؤول اللي هيجي لان سامي الشريف قدم استقالته زي ما حضرتك عارف امبارح. فيا ريت اللي هيجي يا رب يحمي المال العام في قطاع التلفزيون. نتمنى معاك ان شاء الله ان يكون اللي جاي احسن يا رب. واسمحوا لي في نهايه حلقتنا، طبعا ملف الفساد ملف شائك جدا، وكل ما نفتح ملف نحتاج ان احنا وقت يمكن نقعد للسنه الجايه. فطبعا في نهايه الحلقه بشكر الاستاذ شحاته محمد شحاته، المحامي ومدير المركز المصري للنزاهه والشفافيه. في نهايه حلقتي بقول لكم تصبحوا على خير، وفي لقاء جديد مع ملف جديد.